تخيل تشتري سهم لشركة بتكسب وفجأة تخسر فلوسك كلها. ازاي ده بيحصل؟ السر في ورقة واحدة، لو فهمتها هتعرف فورا تفرق بين سهم بيضاعف فلوسك والسهم ينهار فجأة. النهاردة هخليك تشوف الشركات بعين المحترفين من أول نظرة. تخيل سنة 2001 شركة أمريكية اسمها إنرون كانت نجمة السوق، أرباح بالمليارات، والجميع كان بيقول إنها من أقوى الشركات في العالم. فجأة في شهور قليلة انهارت تماما وسعر سهمها نزل من $90 لأقل من $1. آلاف المستثمرين خسروا كل مدخراتهم، والسر كان موجود في ورقة مالية واحدة. لو كانوا قروها كويس كانوا عرفوا إن الشركة دي بتنهار قبل ما يحصل الانفجار. النهاردة هعلمك إزاي تبص على الورقة دي بعين المحترفين وتعرف تفرق بين سهم يضاعف فلوسك وسهم ممكن ينهار فجأة. ولو فاكر إن ده بعيد عننا، في شركات عربية برضو كانت بتكسب وفجأة وقعت بسبب ديون ضخمة محدش خد باله منها. يعني الفكرة مش في السوق، الفكرة في إنك تقرأ الورق صح. السلام عليكم أصدقائي وطالبي الوعي المالي، أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم دكتور محمد حسين في برنامجكم ريتش هابتس بالعربي. احنا في رحلة بازل الحرية المالية، وكل حلقة قطعة مهمة. النهاردة دي في الحلقة رقم 22 وصلنا لقطعة هتغير طريقة نظرتك لأي شركة. القطعة اللي هتخليك زي دكتور مالي، بمجرد ما تبص على ورقة واحدة تقدر تشخص صحة الشركة. هل هي فرصة استثمارية ذهبية ولا لغم مالي هينفجر فيك؟ حضر قهوتك وركز جدا جدا جدا، لأن بعد الدقايق الجاية عينك هتشوف معظم المستثمرين مش شايفينه. دلوقتي هنتكلم عن البطاقة الشخصية الحقيقية لأي شركة، عن ورقة لو عرفت تقراها صح هتبقى بتقدر تكتشف الشركات القوية اللي تستاهل تحط فيها فلوسك وتتجنب الشركات اللي ممكن توقعك في فخ الخسارة. بتكلم عن الميزانية العمومية للشركة، هي البالانس شيت. كتير منكم بيسمع عن القوائم المالية وبيشوفها أرقام كتير وبيحس إنها حاجات معقدة للمحاسبين والمحللين بس، فتحس إنك تايه وإنك محتاج شهادات كتير عشان تفهمها. الحقيقة يا جماعة إن فهم الأساسيات الميزانية العمومية مش بالصعوبة دي، ده مفتاح أساسي لأي مستثمر ذكي عشان تعرف هل الشركة دي صحتها كويسة ولا لأ، وهل هتستاهل تكون جزء من محفظتك الاستثمارية. النهاردة هكشف لك يعني إيه ميزانية عمومية ببساطة، وإزاي تقراها وتطلع منها بأهم المؤشرات اللي هتخليك تحدد هل الشركة دي فرصة استثمارية ليك ولا لأ. الميزانية العمومية أو البالانس شيت هي ببساطة صورة فوتوغرافية أو لقطة لوضع الشركة المالي في لحظة زمنية معينة، عادة بتكون في نهاية ربع سنة أو نص سنة أو سنة. هي بتوريك ايه اللي تملكه الشركة وايه اللي عليها من ديون وايه اللي باقي لاصحاب الشركة. الميزانية ليها معادلة بسيطة جدا، لو فهمتها هتفهم كل حاجة. الاصول بتساوي الالتزامات مع حقوق الملكية، يعني الاسيتس بتساوي اللايبيليتيز زائد الايكويتي. الاصول يعني ايه؟ الاصول او الاسيتس دي كل حاجة تملكها الشركة وليها قيمة اقتصادية، زي نقدية في البنك، مخزون بضاعة، مباني ومصانع والات، فلوس ليها عند العملاء، ده كله اسيتس. الناحية التانية اللايبيليتيز او الالتزامات، دي كل الفلوس اللي الشركة مديونة بيها للغير، زي قروض بنكية، زي فلوس عليها للموردين، ضرائب مستحقة. تالت حتة في المعادلة اللي هي حقوق الملكية أو الإيكويتي، دي فلوس اللي بتخص أصحاب الشركة أو المساهمين اللي هم أنت لو اشتريت سهمها. بعد ما نسدد كل الديون، هي الفرق بين الأصول والالتزامات. الفكرة إن الكفتين لازم يكونوا متساويين دائما، عشان كده اسمها بالانس شيت، يعني ميزانية، يعني الأسيتس بتساوي الاثنين التانيين زائد بعض. لو فهمت الجزء ده هتقدر تكتشف قوة أو ضعف أي شركة في أقل من 60 ثانية. ولسه الجاية أخطر، الميزانية مش مجرد أرقام، هي تقرير طبي عن صحة الشركة. هنعرفها في 5 نقط. أولا بتديك فكرة عن مدى كبر الشركة. تاني نقطة، هل الشركة عليها ديون كتيرة ولا مركزها المالي قوي؟ هل الشركة عندها كاش كافي تسدد بيه التزاماتها قصيرة الأجل؟ رابع حاجة، هل عندها أصول كافية، يعني آلات ومباني تقدر بيها تتوسع؟ خامسا اللي هي بتساعدك تتجنب الشركات اللي ممكن تفلس بسبب ديون كتيرة. لما تقرا الميزانية انت بتعمل تحليل اساسي للشركة وبتعرف قيمتها الحقيقية. فاكر الفرق بين التحليل الفني والاساسي في حلقة التحليل الفني؟ فكر فيها كده، هل هتحط فلوسك في شركة مريضة مش هتقوم ولا شركة عضلاتها المالية قوية؟ الجزء اللي جاي هيكشف لك ازاي تجاوب السؤال ده بنفسك. الميزانية العمومية بتتقسم ل3 أقسام رئيسية، لو فهمتها هتقدر تطلع بأهم المؤشرات. القسم الأول اللي هو الأصول أو الأسيتس، وده ليه كذا نوع. أول حاجة وكلهم موجودين في البالانس شيت. أولا أصول متداولة اللي هي الكرنت أسيتس،
assets، دي الأصول اللي ممكن تتحول لكاش خلال سنة واحدة، زي النقدية في حكمها اللي هي كاش اند كاش equivalents. دي أهم حاجة يا جماعة. هل الشركة معاها سيولة كافية؟ كل ما الكاش بيزيد كل ما الشركة بتكون أقوى. بعد كده هو استثمارات قصيرة الأجل اللي هي short term investments، فلوس الشركة مستثمراها في حاجات سهلة البيع زي غالبا بتكون أسهم. اللي بعد كده اللي هي المدينون اللي هم الأكاونتس ريسيفبلز، دي معناها فلوس الشركة ليها عند العملاء باعت لهم ومستنية تحصل فلوسها. لو الرقم ده كبير جدا ممكن يكون مؤشر سلبي ان الشركة مش عارفة تحصل فلوسها من المدينون. النقطة اللي بعد كده هي المخزون او الانفنتوري، ودي بضاعة الشركة لسه ما باعتهاش. لو المخزون كتير جدا ومعاه مدينون كتير جدا ممكن تكون مشكلة كبيرة للشركة. النقطة اللي بعد كده هي اصول غير متداولة اللي هي non current long term assets، او دي الاصول الطويلة الاجل اللي الشركة بتستخدمها عشان تنتج، زي ممتلكات والمعدات زي اللي هي بيسموها البروبرتي بلانت اند اكويبمنت، او باختصارا بيسموها PPE. زي ايه؟ زي المصانع، الالات، الاراضي، المباني. دي الاصول مهمة للانتاج. اوعى تفتكر كل الاصول بتساوي قوة. في اصول شكلها حلو لكن في الحقيقة خطر. القسم الثاني وهو الالتزامات. الالتزامات برضو فيها منها متداولة يعني current liabilities، دي الديون اللي الشركة لازم تسددها خلال سنة، يعني السنة دي تكون سداها. زي الدائنون اللي هم الاكاونتس payable، ودي فلوس الشركة عليها للموردين اشترت منهم ومستنية تدفع. تاني واحدة فيها اللي هي قروض قصيرة الأجل الشورت تيرم ديت، وهو قروض لازم تتسدد خلال سنة. اللي بعد كده تالت حاجة التزامات غير متداولة non current liabilities أو long term liabilities، دي ديون اللي هتتسدد بعد أكتر من سنة، زي قروض طويلة الأجل اللي هي long term debt. كل ما الرقم ده بيكون كبير وما يتغطاش بأصول قوية كل ما تكون الشركة مخاطرتها عالية. هنا بيتحدد هل الشركة بتغرق في الديون ولا ماشية بثبات. استنى لحظة قبل ما نكمل، أنا عارف إن المعلومات دي ممكن تكون جديدة عليك، وعشان كده عملت لك هدية بسيطة، خطة 30 يوم للتحرر المالي تشيك ليست مجانية مشيك خطوة بخطوة عشان تبني أساس قوي لاستقلالك المالي. حملها من لينك في صندوق الوصف وكمل الحلقة، لأن الجزء الجاي هيفتح عينك على أسرار محدش بيقولها عن تحليل الشركات. القسم الثالث حقوق الملكية أو الإيكويتي، وده الفرق بين الأصول الكلية والالتزامات الكلية. أول حاجة فيها اللي هي رأس المال اللي هي الكومن ستوكس، ودي الفلوس اللي دفعها المساهمين في البداية. تاني حاجة الأرباح المحتجزة اللي هي retained earnings، دي الأرباح اللي الشركة كسبتها على مدار السنين وما وزعتهاش على المساهمين واحتفظت بيها عشان تعيد استثمارها في الشركة وتكبرها. كل ما الأرباح المحتجزة دي تكون كبيرة وبتزيد كل ما يكون مؤشر ممتاز، معناها إن الشركة بتكسب وبتعيد استثمار أرباحها في نفسها، وده بيخليها تكبر باستمرار وقيمة السهم بتاعها بيزيد. ده القسم اللي بيكشف لك مين المستفيد الحقيقي من أرباح الشركة، وانت هتعرف هل انت منهم ولا لا. أهم نسبتين تبص عليهم كمبتدئ، أول حاجة نسبة الديون لحقوق الملكية اللي هي debt to equity ratio، إجمالي الالتزامات على إجمالي حقوق الملكية. النسبة دي بتوريك الشركة بتعتمد على الديون قد إيه عشان تمول أصولها مقارنة بفلوس أصحابها. كل ما النسبة دي تكون قليلة كل ما يكون أفضل للشركة، يعني الشركة مش مديونة كتير ومركزها المالي قوي. تاني حاجة اللي نسبة السيولة المتداولة أو الكارنت ريشيو، ودي هي الأصول المتداولة على الالتزامات المتداولة. النسبة دي بتوريك هل الشركة عندها أصول سهلة التحويل لكاش تقدر تسدد بيها ديونها اللي مستحقة خلال سنة ولا لأ. لو النسب دي كبيرة أكبر من 1 مثلا 2 أو 3 ده معناه إن الشركة عندها أصول متداولة ضعف أو 3 أضعاف ديونها قصيرة الأجل. طب نسأل سؤال مهم قوي، أنا عايز أعمل معاكم تحدي صغير. افتح أي ميزانية شركة أنت مهتم بيها وحاول تطلع منها 3 مؤشرات أنا شرحتهم دلوقتي. لو عملتها اكتب لي اسم الشركة والمؤشرات اللي لقيتها في تعليقك، وأنا هرد عليك وأقول لك تقييمي ليها. يا صديقي قراءة الميزانية العمومية مش رفاهية، دي ضرورة، هي اللي بتديك نظرة حقيقية على صحة الشركة وهل هي فرصة استثمارية حقيقية ولا لا. ابدأ بأنك تبص على الأصول والالتزامات، حقوق الملكية، وركز على النت كاش والأرباح المحتجزة وكمية الديون. الشركات القوية هي اللي عندها كاش كويس وديونها قليلة وأرباحها محتجزة بتزيد باستمرار، ودي
ودلوقتي بعد ما بقيت بتفهم القوائم الماليه، الحلقه الجايه هتفاجئك، هتعرف فيها ازاي تبني ثروتك في وقت الخوف لما السوق كله ينهار. تخيل الناس كلها بتجري في اتجاه وانت الوحيد اللي بتجري عكسه، كلهم خايفين ويبصوا على الشاشات برعب، وانت في هدوء بتلقط فرص العمر اللي ممكن تضاعف فلوسك. النهارده هكشف لك عن السر اللي بيعرفه الاثرياء، ازاي تبني ثروه لما الكل بيخاف، وازاي تحول الازمات من خوف لفرصه ذهبيه. هل انت مستعد تكون البطل اللي بيكسب لما الدنيا تنهار؟ لو الفيديو تفتح عينيك على حاجه جديده او غير طريقه تفكيرك، ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه لو لسه ما عملتش، عشان توصلك كل قطعه من بازل الحريه الماليه اول ما تنزل. واكتب لي في تعليقات تحت ايه اكتر جزء من الميزانيه كنت بتحسه غامض ودلوقتي فهمته. شاركني رايك وابدا النهارده تقرا اول ميزانيه بنفسك. انا دكتور محمد حسين، اشوفكم في الحلقه الجايه اللي هتكشف السر اللي الاثرياء بس بيعرفوه، ازاي تكسب لما الكل بيخاف. خليك غني وغير عاداتك الماليه. السلام عليكم.